السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي. تعالوا ناخدكم معانا في رحلة النهاردة لحي مصر الجديدة. واحنا ماشيين هنلاقي شارع بين شارعي الحجاز وعبد الرحمن الرفاعي اسمه شارع أحمد رياض ترك. ولو كنت من أهل اسكندرية فهتلاقي شارع أطول من شارع القاهرة اسمه أيضا شارع الدكتور أحمد رياض ترك. طب يا ترى مين هو؟ تعال معانا يا صديقي نحكي لك عنه. ولد الدكتور أحمد رياض ترك بقرية ميت غزال بطنطا في 17 مارس 1902، وتلقى تعليمه حتى البكالوريا الثانوية العامة حاليا في المدارس الحكومية. وبعد كده سافر للدراسة في ألمانيا، وهناك حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الغير عضوية من جامعة ميونخ بألمانيا سنة 1928. وعند عودته عمل كمدرس للكيمياء بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حاليا. واجه بعض المضايقات من الأساتذة الإنجليز في الجامعة نظرا لاختلاف متطلبات الدكتوراه بين إنجلترا وألمانيا، والعداء بينهم اللي امتد من الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان من القلائل وقتها في الجامعة اللي حصلوا على دكتوراه الفلسفة من ألمانيا، حيث كان الأغلب قد حصلوا عليها من إنجلترا. يعتبر دكتور أحمد هو تاني أساتذة علم الكيمياء المصريين في كلية العلوم شهرة وأقدمية ونفوذ بعد أبو الكيمياء في العالم العربي الدكتور أحمد زكي. رقى العالم الجليل لدرجة الأستاذ المساعد في الكيمياء بجامعة القاهرة عام 1943، ورقى إلى أستاذ عام 1948. كان الدكتور ترك هو ثالث عميد مصري لكلية العلوم جامعة القاهرة سنة 1953 بعد دكتور مشرفة وحسن بيك أفلاطون، ثم أصبح رئيسا للمعهد القومي للبحوث سنة 1953، وهو تاني من وصل لمنصب الوزير من هذا القسم. فقد عين وزيرا للبحث العلمي في وزارة علي صبري الثانية سنة 1964، اللي كان بيها وزارتين، إحداهما للبحث العلمي والأخرى للتعليم العالي، واستمرت عام واحد. ثم خلفتها وزارة زكريا محي الدين، والتي لم تشتمل على وزارة منفصلة للبحث العلمي، بل حل محلها المجلس الأعلى لدعم البحث العلمي، واللي رأسه عالمنا الجليل من 1965 ل 1967 حتى أحيل للمعاش. كان الدكتور تركي بحكم وجوده في هذه المناصب العلمية المتقدمة عمادة كلية العلوم، ثم في رئاسة المركز القومي للبحوث، ثم الوزارة، ثم رئاسة المجلس الأعلى للبحث العلمي، ثم عضوية المجلس الأعلى للعلوم كما ذكرنا سابقا، جعلته مشارك باستمرار في توجيه الحركة العلمية على المستوى القومي. وعلى صعيد تخصصه العلمي يعد الدكتور تركي مؤسس مدارس الكيمياء الغير عضوية والكيمياء الكهربية والكيمياء التحليلية في مصر. بلغ عدد أبحاثه المنشورة 73 بحث. كان الدكتور تركي عضو في الكثير من المؤسسات والجمعيات العلمية، منها المجمع العلمي المصري، وبهذا كان له دور كبير في توجيه الثقافة العلمية والبحوث في مصر. وأيضا كان عضو في مؤسسة الطاقة الذرية، وعضو في مجلس إدارة الهيئة المصرية للتوحيد القياسي، وعضو في المكتب التنفيذي للشعبة القومية لليونسكو، وعضو في مجلس إدارة الاتحاد العلمي المصري، وعضو في الجمعية الكيميائية المصرية وتولى رئاستها، وغيره. أما عن مكانته الدولية فكان عضو في الاتحاد الدولي للكيمياء الحيوية والتطبيقية، وعضو في الجمعية الكيميائية بلندن، وعضو في جمعية الكيمياء الطبيعية في باريس وغيرهم. أما عن تكريمه فقد نال الكثير من الجوائز، منها جائزة فاروق الأول 1948، وكان تاني من فاز بجائزة الدولة التقديرية للعلوم من بين أساتذة العلوم الأساسية، ونال وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى 1963، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1964، ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة الجزائر 1965، وتوفى في عام 1971. رحم الله عالمنا الجليل وأسكنه فسيح جناته. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، نتمنى تكون عجبتكم، ونتقابل في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي.